بعد ما شفنا الحلقه اللي فاتت ارخص لابتوب من ابل، النهارده بقى هنشوف اغلى ماك بوك. فخليني اقدم لك بقى الوحش اللي بيطير. ابل عاملاه لل1% تقريبا من المستخدمين، دول اللي مش عايزين اي حاجه تقف قدامهم، والناس اللي عايزه الجهاز بتاعها يقعد معاها سنين وسنين ويفضل بنفس الاداء القوي. معالج الام 5 ماكس اللي بيوصل ل 18 نواه سي بي يو و40 نواه من الجي بي يو. ده تقريبا مش لابتوب، ده استوديو بتحطه في شنطتك. الجهاز ده يقدر يشيل لحد 128 جيجا من الرام، وده تقريبا رقم كنا بنسمعه في الورك ستيشن الضخمه. الجهاز ده هيسد معاك في اي حاجه، حتى لو بتعمل افلام للسينما او حتى مشاريع اي عملاقه. وبما اني كنت بقول ان ده اغلى لابتوب من ابل، فهو فعلا ممكن يوصل سعره ل $7350 لما بتختار اعلى مواصفات وانت بتشتري، سواء بقى 128 جيجا رام او 8 تيرا بايت من الذاكره الداخليه او غيرها كتير. طيب بعد كل ده يا ترى نشتري ايه؟ بص يا سيدي، لو انت طالب مثلا او حد شغال مونتاج او ديزاين وعايز حاجه خفيفه كده، ممكن تبدا فعلا بالماك بوك اير 512 وهيريحك جدا. لو عايز تشوف بقى الفيديو عن كل معالجات الام 5 هتلاقي الفيديو على القناه على اليوتيوب، هتلاقيه بقى في البايو في الكومنتات، يعني دور عليه كده. انا احمد عبد العزيز ودي الاندرويد. سلام.